مستمعي راديو هيفي اف ام، أسعد الله أوقاتكم. نقدم لكم اليوم الزاوية البيئية، ونتحدث فيها عن كيفية الحفاظ على البيئة من خلال المطبخ. فأهلا بكم. أعزائي المستمعين، نحن نستهلك الكثير من الأكياس البلاستيكية، وخاصة عند التسوق لشراء الأطعمة من السوبر ماركتات، فهذا كيس للجبن وآخر للفاكهة. وصحيح أنه لا يمكن الاستغناء عن الأكياس لأنها تسهل حمل المواد الغذائية بداخلها، فمن غير المعقول أن يقوم شخص بحملها بدونها، إلا أنه يمكن الاستغناء عن بعضها منها بوضع بعض الأكياس المغلفة منها سويا في كيس واحد، كما يمكن الاستغناء عنها مع الفاكهة التي تكون معبأة في أطباق جاهزة، وكذا بالنسبة للزجاجات الأخرى. أعزائي المستمعين، نسبة كبيرة من المواد الغذائية التي يشتريها الشخص تتلف وتتحول إلى نفايات، فالأمر لا يتوقف على إلقائها في صندوق القمامة، ولكن هناك الكثير من الإهدار للموارد التي تتمثل في المخصبات المهدرة والطاقة التي تم استخدامها في معدات الزراعة، وفي نقل المواد الغذائية من المزارع إلى الأسواق حيث يبيعها، والمواد المستخدمة التي تعبئها، بخلاف طاقة التبريد المتمثلة في الثلاجات. وكل هذا يساهم في الأضرار بالبيئة التي نعيش فيها. مستمعينا الكرام، يجب عدم الإغراء بالأواني التي لا يلتصق بها الطعام أثناء الطهي، فصحيح أنها سهلة في التنظيف، ولكن مثل هذه السطح المعالجة تتسبب في انبعاث مواد خطيرة سامة في البيئة تصيب الإنسان بالأمراض السرطانية. وكانت هذه الأواني قد بدأ تصنيعها في الخمسينات، وهذه المواد لا تنحل، فإن كل جزء منها موجود، وهي تزداد تأثيرا بازدياد التصنيع. والبديل عنها هو شراء الأواني المعدنية غير المطلية بأي مادة. مستمعينا الكرام، نحن إذا انسكب أي شيء على الأرض نسرع لالتقاط منشفة المطبخ الورقية للتخلص من آثار السوائل المنسكبة، وإذا أردت تجفيف يديك تلتقط منشفة ورقية أخرى، وإذا أردت التخلص من الشحوم المتراكمة على الموقد فأنت تستعين بمنشفة ثالثة، وهكذا طوال يومك في المنزل للتخلص من أي قاذورات أو اتساخ تتعرض لها في المطبخ. هذه المناشف مصنعة من خشب الأشجار، وكثرة تصنيع مثل هذه المناشف يعني استهلاك أكثر للأخشاب ونفاذ الثروة الخشبية. فماذا عن العودة إلى الإسفنج ومناشف القماش التقليدية التي كان يتم استخدامها في القدم؟ فهي تحل مشكلة نفاذ ثروة الأشجار وتحد من أضرار الإنسان ببيئته. مستمعينا الكرام، عند خبز الطعام اليومين في الفرن عليك بخبز الطعام للغد أيضا، فإيقاد الفرن لمرة واحدة يوفر أكثر من إيقاده مرتين، مع تجنب استخدام الفرن بكثرة في فصل الصيف. وكذلك الثلاجات، فالثلاجات جهاز رئيسي في المنزل لا يمكن الاستغناء عنها مطلقا، لأنها تقوم بحفظ الأطعمة النية أو المطهية حتى لا تتعرض للتلف. وهذا الجهاز يعمل بالطاقة الكهربائية، وإن لم يحرص الشخص على الاستخدام الملائم له فسوف تتبدد الطاقة هباء بدون الانتفاع بها، وهذا ما يضر بمواردنا الطبيعية. وحتى الأنواع المصممة خصيصا لتوفير الطاقة لا بد من استخدامها بشكل ملائم أيضا. مستمعين الكرام، قدمنا لكم الزاوية البيئية لهذا اليوم. أوقاتا سعيدة نتمناها لكم، وإلى اللقاء.